واش بصح طوطو خو المغرب ولا بالفرنسا؟ واش بصح هاد المره القضيه غتوصل للمحاكمه على قبل شكايه رسميه فيها تهمه اخلاء بالحياء العلني. طوطو فنان اللي كل مره كيطلع فوق المسرح كيلقى راسو طالع طوندونس في السوشيال ميديا، مره كيهضروا على الستيل ديالو، مره على الهضره ديالو، واليوم على الفصل 483 من القانون الجنائي. قبل ما ندخل في التفاصيل ندير طلب صغير، اشترك في القناه دابا وخلي واحد لايك باش هاد النوع ديال الفيديوهات يوصل لعدد كبير من الناس. قبل ما نهضروا خصنا نرجعوا خطوه للور. شكون هو طوطو اصلا؟ السميه الحقيقيه ديالو طه فصحي، تزاد وكبر في كازا، المدينه اللي خرجت كبار الفنانين. بدا المسيره ديالو في الراب 2013، تقاتل حتى فرض راسو. اليوم ما بقاش غير رابور مغربي، ولا اسم كيسمعوا ليه الملايين وكيتعاون مع الناس، مع فنانين كبار من افريقيا واوروبا. بالارقام الالبوم ديالو كاميليا كان من اكثر استماع في المغرب. سبوتيفاي عطاتو لقب فنان مغربي لاكثر استماع لمده عامين. يعني فنيا ما نكذبوش على راسنا، طوطو حاكم الساحه. ولكن مع النجاح كاين وجه اخر، كاين جدل. من بعد ما شاركوا في موازين قدام 300 الف متفرج، لهكا توصلت 190 شكايه قالوا فيها هضره خايبه ما خاصهاش تدوز في التلفازه. واللي كان غريب فنانين وحده اخرين طلعوا في نفس المهرجان وغنوا حتى هما اغاني خايبه، وحتى اللباس بعض الفنانات ما خلوش بزاف النقاش. ولكن العين كلها كانت على طوطو. علاش بالضبط هو؟ السؤال كان كبير. دابا نجيو للقنيطره، المهرجان اللي تجمعت فيه اكثر من 250 الف، منها ناس كبار وصغار وعائلات ورجال. الجو كان زوين، غير سالت الحفله. الجمعيه رفعت شكايه مباشره لوزير العدل وطلبوا من النيابه العامه تطبيق فصل 483 اللي كيقول كل من ارتكب اخلال علني بالحياء كيعاقب من شهر لسنتين حبس او غرامه. اخلال كيتعتبر علني الا كان قدام العموم او قدام قاصرين، يعني القضيه ما بقاتش غير البوس، ولات فيها محاكمه. ولكن هنا كتطرح واحد السؤال اللي كبير، واش طوطو بوحدو اللي خاصو يتحاسب، ولا حتى المنظمين اللي ما عطاوش الشروط واضحه قبل ما يطلع، ولا الجمهور اللي عارف اسلوب ومشي يتفرج مع ولادو؟ ما نساوش اي فنان قبل ما يطلع كاين تسني واحد العقد. لو كانوا المنظمين قالوا ليه ممنوع تكمل، ممنوع تخسر الهضره قدام القاصرين، كان ممكن يتفادى المشكل. وحتى الجمهور ماشي معول تمشي 250 الف وتتفاجئ في النهايه. يعني المسؤوليه ماشي ديال شخص واحد، هي مشتركه بالفنان ومنظمين وحتى الجمهور. وسط الضجه كامله طوطو مشى لفرنسا ولا واحد ستوري مع ولدو كيبدل السنينات ديالو، كيبان فيه اب عادي بحال اي واحد فينا. وهنا كيبان الفرق، طوطو انسان مختلف بزاف على طوطو الرابور. اللي عارفين شويه في الماركتين كيعرفوا ان البوز اليوم هو اسرع طريقه باش تبقى حاضر. اغنيه بوحده ما كافياش، لازم البوليميك، لازم جدل، وطوطو عارف اللعب مزيان. ودابا فين كاين الحق وفين كاين الباطل؟ واش اللي عملوا طوطو حريه التعبير ولا تعدى على الاخلاق العامه؟ واش الدوله خاصها توقفوا ولا خاصها تنظم مهرجانات مزيان، ولا الجمهور عنده يد ولا غير ضحيه؟ الجواب ماشي بسيط، لان القضيه ماشي غير قصه فنان، ولكن مرآة للمجتمع كامل. انا عطيتكم الصوره كامله وبغيت نسمع الراي ديالكم في الكومونتير. شكون كتشوفوا مسؤول الاكبر، واش طوطو ولا المنظمين ولا الجمهور؟ الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تخلي واحد لايك وتشارك الفيديو مع صحابك وتشترك في القناه. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. يلا هلاو.